كل واحد بهالدنيا صاير معه قصص محرجة وأسرار مو حاكيها لحدا. بقى اليوم رح نحكي لكم أسرارنا وقصصنا المحرجة، وبنفس الوقت عاملين قعدة حلوة مع العيلة ورح نسمعكم القصص. وهيك سهرة مع العيلة ما بتحلى إلا إذا عملنا شوية تسالي شوية جاد فواكه وزبطناهم مشان نقدر نحكي لكم القصص ونحن هيك مجتمعين ومبسوطين. شوفوا هدول يا جماعة منظرهم قديش حلو، كتير حلوين. اليوم هيك بدنا نعمل لهم تشكيلة من الفواكه. يعني هاي الأناس قطعتهم. صايرة عم حبه هيك يكون مقطع بقشره وكل واحد بيمسكها هيك عم تطلع ظريفة. ايه والله. هيك شغل ترتيب وما ترتيب. وهي بشرى جابت صحن الفواكه. الله يسلم ايديك يا رب. مدلليلكم بأحلى جاد فواكه مشان تحكوا لنا قصصكم. قصصكم الحلوة. يعني نستدرجكم. والله شو الفواكه الظريفة. عن جد. امي قال عندها 3 قصص، مو قصة 3. اسمعوا شوي نسيت وروح عند غيري منها. نسيتهم كلهم، عم تقول استنى لحتى اتذكر. انتوا عندكم قصص محرجة؟ انا لقيت. انا اخر قصة محرجة صارت معي، صارت يمكن وقت تزوجت، بس وقت تزوجت اخذت ما عاد صارت معي قصص محرجة. هلا انا بدنا قصة. انا تذكرته. تمام. انا تذكرته. تمام. عندي 3 قصص. وانت يا اخي نفضت لنا مخك وطلعت لنا قصص محرجة. لا انا شفوت الكرش. شفوت الكرش. والله ما بتذكر. يعني زمان ما صار معنا. طيب يعني طلعي لنا من القصص تبع الزمان. يلا جاهزين؟ هلا بتطلع جاهزين. يلا. وانت يا ابي ما بدنا منك شيء غير تسمع منا. اهلا وسهلا. اهلا فيك يا ابي. تسمع منا القصص المحرجة. اهلا وسهلا. اهلا فيك. تفضلي ماما. يا حبيبتي يسلموا ايديك. تسلم ايديك يا بشرى. والله شي بشهي. شو هذا؟ شو بشهي؟ حبيبتي صحة. اي والله. ايه اخي احكي لنا القصة المحرجة اللي صارت معك. هات لنشوف. حمد يا حمد. يلا احكي لنا يا يوسف. احنا من الروتين كل يوم عم ننعاد، تحس ما عم بصير شيء يعني صار. هلا المواقف الحرجة مو ضروري هلا بالوقت الحالي. شيء قديم يعني. شغلات قديمة. ايه. انا بدي احكي شغلات صارت معي بعمري 17 سنة. شوف مرحبا عم تتذكر شغلات عمره 17. بالضبط هذا اللي يوسف عم بدنا. يقول قال كبر ما عاد يتذكر. ما صرت حيطان. ما شاء الله عليك. القصة نحن زهايمر، حتى انا وقت كنت عمري 17 18 ماني متذكرة. انا متذكرة شيء. شو نوع؟ حابب اذنه لامجد. شو عمي؟ هلا انتبه لإذنك. بسبقني بالكف. والله بالعادة ما بتساويها. انا على التصوير ساويتها. اول شيء بعتذر على عدم وجود مرتي لانه هي مقروصه بعينها بقى منفوخه ما قدرت تجي. سلام. على راسي والله الله يسلمكم. رح مسك. عم ينبلوا ايديه بالفواكه، عم يمسحهم فيني بوشي وبشعري انا ماني متذكر ابدا مواقف غير انه موقف واحد. تمام. وكتير قديم. معلش حكينا. كتير ما بعرف ليش متذكروا هذا الموقف بالذات، مع انه اكيد صاير معي مواقف محرجه اكثر من هيك، بس ولكن بتتذكري بيتنا بالشام مو اللي بالضاحيه؟ جوبا. اي بجوبا. تمام. نحن بالمدخل بعدين بتطلعي على درج، بتطلعي هيك على الدرج على باب البيت. تمام. صح؟ وصلت من المدرسه، عرفت شو؟ بقى في هذا الدرج، طلعت هيك عم لقيت عمي ماني بتذكر مين واقف عم يدق الباب. عم طلعت انا على الدرج، احترت بوصه ولا ما بوصه ولا ما. اول شيء سلمت عليه قلت له اهلين عمو، بعدين درت وشي هيك دقيت الباب، رجعت تذكرت انه انا لازم تبوصه، رجعت فتت لعنده، رجعت بوصته بعدين رجعت دقيت الباب. هذا اللي بتذكره والله. هاي هي. هو شو حكى؟ ما بعرف، حسني حمار. شو عم يصير معك يعني ما بعرف. هاي المواقف المحرجة بتصير هي تبع كاسة العصير، وقت يكونوا عم بيضيفوا الكبار تجي انت هيك تقعد انه هلا حيضيفوني وانا صغير، تطلع هيك بكل حب يعني لك جايتك كاسة العصير ولك انت حبيبي هلا بنصب لك شوي ثاني واحد. لا امشوا انت بتحقد عليهم ليوم الدين يعني. بالفعل هي كثير صايرة معي. قل لهم دائما يعني اطلع ما حدا يرد علي. كثير ازعل كثير. بقى صرت وقت كبرت وضيف ولد يقول دائما اول وحده انا رد عليه يعني. انا موقف صار فيني حسيت حالي هيك مع دانا ونور وحنين طالعه معهم بالباص
انا واثقه انه انا بعرف الطرق وبعرف وين بدي انزل وبعرف كل شيء يعني واثقه هون ولا بسوريا؟ هون. وانا اصلا ما بحفظ الطرق يعني لما كنت بسوريا بطلع من حاره بفوت بحاره حتى هلا بدل الاغراض وين صفين السيارات احنا كنا هون ولا هون. الاخوات قالوا لي يلا اطلع نمشي نطلع بالباص. طلعنا هن ركبوا ورا وانا ركبت قدام لانه ما قدرت اركب معاهم ورا بنفس الكرسي. مشي الباص وهيك انا قلت اطلع يا الله هذا الموقف اللي بعده خلاص اللي بعده اكيد هذا هو. احنا وصلنا على الشتات نحن اساس انه انت الاكبر يعني انا اللي كثير بتعرفي الطرق متاكده يعني. وصل يعني وقف على الموقف نزلت انا ونزلت يعني هيك بكل ثقه نازله وهيك عم بطلع العمى وين انا وين نزلت وين انا نزلت. طلعت هيك لا لقيت لا دانا ولا حنين ولا نور عم بينادوا لي الباص هديل بدك تطلعي. انا ما عاد الحق اطلع وفرطانين ضحك علي بالباص انه انا نزلت يعني خلص هن راحوا كملوا يعني. وهم نزلوا هن بالشتات بعدين دقوا لي قالوا لي هديل يا هبله وين نزلتي؟ طلعي وراكي طيب قالوا لي شوفينا نحن طيب نزلنا ولا ما نزلنا؟ هن الجداد بيعرفوا اكثر منك. قلت لهم طيب شو اعمل وعامله حالك انه انا اكبر وحده فيهم يعني انا الثقه يعني. ذكرتيني موقف والله محرج صار معي بالباص مره. تفضل يا انه طالعه كنت انا ورفيقتي بحبها كثير وهيك فبدي ادفع عنا بالباص. كان جابي كان هون جابي ويعطينا كرت وقت ندفع يعطينا كرت. جابي الباص جابي اللي بيقطع الكرت. انا رفيقتي كثير بحبها بدي ادفع عنا فاجيت اعطيته جيت بدي ادفع تقول لي لا والله ما بتدفعي الا والله الا ادفع. هي تقول لي والله ما بدفع بتدفعي ما بتدفعي هيك حلف 100 يمين لا بياخذ لا مني ولا منها. جن الزلمه حلوه. قلت له لا يعني انا زعلت انه يعني هو شو ذنبه؟ قال لي والله ما بعرف والله غير انا بدفع. هو مشان انا بدفع خلص مشونا يعني. وفي قصه ثانيه مشان ما انساها. مره كنت وانا من النوع وقت بحكي بقشر بايدي كثير يعني عرفت شلون؟ طلعت مره بالباص كمان عجقه بالباص كثير يعني اللي بيعرف سوريا من زمان كنا نطلع بالباص هيك عجق وهيك شيء. فمدموجه عم بحكي وهي عم شحط فرام كان يشحط فرام هيك قوي. بقى انا كنت جديد لابسه كندره وكعب عريض وهيك يعني كنت لساتني بتفشكل شوي يعني اول طلعت ضرب الفرام رجعت لورا ودعست على رجل الشاب. شو دعست؟ شو دعست؟ صرخ بصميم عقله. قلت له عفوا يعني بدي اشرح له. قال لي خلص انه خلص مش الحال. نزلت على السوق انا وقت كنت رايحه على السوق انا واخواتي رحنا على السوق وجبنا اغراض ومدري شو عتبت الدنيا. وصلت على موقف باص بدي اركب بقى مو انا بقشر كثير بايدي ما كان يجي هالباص. من شو قلت لاخواتي لك نحن ليش واقفين هون خلينا ننزل. لطشت كف شب طلعت عليه اقسم بالله نفس الزلمه اللي دعست على رجله بالباص. لا والله نفسه. قال لي انتي مين وصلتك علي؟ مو معقول شو الصدفه. شوف ابوك ضحكته والله فرحت ضحكت. قال لي انت اللي وصلتك علي بس بدي افهم. امه داعي عليها. الله يوفقك والله الله يوفقك يعني لو بتقص الطيب وهيك طول اليوم هو عم يعمل لها اقسمكم بالله نفس الشخص وصل على بيته ملفوف بالشاشيه. هذا الشيء شوف وش يحضرها من كثر ما انفعلت. صار نفس اليوم عم بتذكره نفس اليوم والله نفس اليوم ونفس الشخص والله. وحابه احكي كمان بحكم اني اكبر منكم صار معي مواقف كثيره صح؟ طيب كنت عاشر رفقاتي بالمدرسه يعني مثلا كل الاصناف الغنيه الفقيره الوسط كل رفقاتي ما عندي رفقات ما هي وامشي على جوهم. بس في بنات اغنياء كثير يعني من طبقات كثير اغنياء هدول كمان رفقاتي كانوا فبينفشوا بحالهم كثير. كانوا يقولوا لي البابا والبابا. انا شو بدي اقول لهم؟ قلت لهم والله اخوالي يعني انا صرت اقلدهم بقى امشي بقول لك يعني ساير الجو. هدول امشي على جوهم وهدول امشي على جوهم. عم اجوا لعندي على البيت لانه بدهم يعملوا لي جايين لعندي على البيت. كنت عم بنفش باخوالي وعمومي. عم طلع من بيتنا خال ماما مو خالي خال ماما. هدول من الشاغور اصلا من الشاغور ولساتهم محافظ على الزي القديم يعني الشروال والمدري شو هدول الطرابيش. عم طلع من باب بيتنا قمت انا درت وشي وصار لي ساعه عم بفش اخوالي عم درت وشي هيك.
عم طلع في اخي دكتور بقى، اخي ما بيفرق معه حدا، بيحكي هيك قال لي تعي لهون. قلت له شو هو؟ قال لي سلمي على خالك وبوسي ايده. قدام رفقات. مين خالي؟ وين ما عم شوفه انا؟ هو خال امي، هو خال امي، ما انا كنت صغيره يعني ما كثير كبيره، فمن النوع اللي انحرجت يعني هذا الشروال معي بطلت موطه ما طالع لي الشروال. انت قلتي له انه اخوالك معه المصاري كثير نافشه فيهم كثير، قام طلعوا لقوا خالي شروال وطربوش. رحت بست ايده. اذا انا عنده ماركات. قال لي قام شو قال لي اخي الدكتور؟ قال لي شو مخزيتي قدام رفقاتك؟ دغري فاهم علي. قلت له لا والله بس يعني والله هو حس هيك سكتت. انه هذا درس اخذته طول عمري، انه الواحد هذا هو هيك اصله، هذا هي حياته. انا بعمل لك اللي عجبه بضرب لك اياها مثلا، يعني اللي ما بتزينه عروقه ما بتزينه اخوه. تماما. لو انا كترت القصص، بس كمان في قصه كنت طالعه من الجامعه. قصصك حلوه يا امو. ماشي والله جودي. انه طالعه من الجامعه عم بحسب علاماتي، كنت انه بنجح ما بنجح، عم عد علامات مدري شو. عم وقفت سياره كبيره هيك فيها شباب، عم سالوني قالوا لي اذا بتريدي بالله السفاره السوريه وين؟ عم انا اخذ على بالي مو عم عد علاماتي وين. قلت لهم يمكن ببرمانه يمكن. ضحكوا وتكركروا قالوا شفتوا شلون ما بتعرف سفارة سوريا ما في ما بسوريا. في سفاره سوريا. مثل الفيديوهات اللي بنشوفها. فانا بينت قدامهم انه شوي مغفله يعني وهيك. وقتها بالك مشغول لانه بالي مشغول يعني في كمان عندي كثير قصص، بس خلص يكفي مشان نترك دور لغيرك. والله يا صح يا امي. يعني انا من النوع اللي بحب احكي واخذ واعطي، بحكم انه هون قاعده لحالي مثلا انا وابو اغياد هيك، وتجوا انتم لعندي بنسى حالي. يا عمري حكياتك حلوه والله نحن بننبسط كمان. هلا في موقف صار معي انا وهديل ان شاء الله تبع السفرة. لا هذا الموقف اول ما اجينا على المانيا وكنا لسه ما بنعرف نحكي لغه، فكان في عالم كبار بالعمر هيك بيجوا بيساعدونا وبيشوفونا اوراقنا وهيك، فكنا عاملين لهم عزيمه، محضرين لهم هيك سفره طويله على ابره وكنا ما بياكلوا يعني عاملين لهم كبسه شغلات وكباب هندي وهيك، الطاوله مليانه كذا اكله. والالمان شو بياكلوا هيك يعني الامتان. اجا هو مدري شو حكى معنا وماسك موبايله هيك كانه بده يصور واشر، وانا وهدين ما بنعرف لسه نحكي الماني. هو عم بيقول انه شو السفره هيك مسك موبايله بده يصورها. ايه بده يصور السفره. قام نحن فكرنا انه بده يصورنا مع السفره. وقفنا انا وياه. نحن وقفنا هيك انه اخذنا وضعيه انه صورنا انه مو هو صورنا صار يضحك يعني، بعدين فهمنا انه هو بده يصور السفره ما بده يصورنا. هو عمل انا بتذكرها لما قال لكم انه بدي يصور، عم انتوا وقفتوا عم عمل انه يصوركم لكم يعني. قضيه التصوير انه هو بده يصور الصفه يعني. هدول شايفين حالهم مو مصدقين. انه تعال صورنا يعني. انا وهدين اعمل نفسك ميت عن جد انا وياها بعدين عن جد هيك قصده صور الشيفيه. انا شوفوا هاي قصه سريعه ما بعرف. انا رايحه عند اخواتي عم بقول لهم جايبت لكم فيتامين كتير منيح، يعني هلا بتاخذي من الفيتامين بتضلك نشيطه طول اليوم. قال ماشي يلا اعطينا. قلت له رح اوزع على كل وحده فيكم حبه. كانت خالته وقتها خالتي يعني، فوزعت لهم هيك اخذوا فيتامين قلت لهم هلا شوفوا مفعولها رح تمشي بعد ساعه ساعتين. ما في، انا نص ساعه كنت قاعده على الكنبايه نايمه وشوف سامع نومه. انا سمعتهم بعدين يعني بالحكي وانا يعني مالي نايمه بعمق صداع. سمعتهم عم بتضحكوا هاي، فقت على صوت ضحكتهم. حنين عم تقول فيتامين لكان فيتامين وصورتني وبعثت لي الصوره وانا نايمه كاتبت لي عليها فيتامين هذا منوم مو فيتامين. هو فيتامين نفسه فيتامين اي بالانجليزي، بس بالالماني. بالالماني بالضبط. تفضل قصتك. انت قصتك. انا بتعرفوها القصة، كنا نحن مجتمعين عند خالتي، فكل العيلة مجتمعة كلها جايين نحن كلياتنا، يعني أنا وأمجد ويوسف وكل الشباب اللي بعمرنا، يعني كان ما موجود شباب لساتنا أطفال يعني. بس أنا كنت بهالفترة هي أطول واحد، والفرق يعني بيني وبينهم يعني قديش عمركم أطول مني، يعني 13 12 14. أنا كنت 14. بقى أنا متعود دائما وقت فوت سلم على العيلة، يعني نسوان ورجال، لأنه أنا كنت لساتي طفل. بقى تاري العيلة كلياتها متفقة إنه أغياد كبر
ما تنسلم عليه. بعد نسلم عليه وبنتحجب قدامه. هاي اللحظة الحرجة. لا ما لك متفقين عليه، لك انا اغير دائما بيحكي لي هاي القصه، عطوا انذار، ما عم يحسن ينساه. خبروني، بعتوا خبر عن طريق امي، عن طريق كذا، يعني معامليني معامله عدو. ما عم يتخطى. تعالوا نحرجه. ما عم يتخطى. اغير على فكره مجروح بالصميم لا، لحتى هو يعني ما عم ينساه للقصه يعني. كثير ضايقت، كثير. تعالوا نحرجه، متفقين؟ هذا العمر صعب لأنه لا أنت طفل صح. بشوفوك ولا أنت كبير، يعني بشوفوك ما بعرف. انا بجواتي طفل كنت، بس انا طويل. المشكله اللي صارت انه كلياتهم كانوا مجتمعين وكلياتهم يعني قرروا انه ما عاد يسلموا عليه كلهم فرق مره يعني، مو انه بالتدريج يعني صارت قصه، لا يعني تصرفهم يعني مو اعمارهم مثلا بالعشرينات الثلاثينات، اصغر وحده اعمارها بالاربعينات والخمسينات، يعني شو متفقين عليه يعني قعدتوا مع بعضكم عملتوا جلسه عاملين حديث جلسة على والله اغير حاجته كبر حاجته لازم نجرب. ما بدي عليك، وكلياتنا سوا متفقين هيك اجتمعوا. فتت السلام عليكم وعليكم السلام، واقفين هيك عند الباب، باب البيت يعني. انا متعود اهلين خالي اهلين كذا اهلين كذا، جبت مد ايدي عم عملت لي هيك. شو يعني هي؟ حتى هي ما بعرف شو يعني، عم خطر ببالي انه يكون قصده انه انا صرت يعني كبير. رحت الثانيه نفس الشيء، الثالثه نفس الشيء، لازم أنت من الأول مشيت ما عاد سلمت على الباقي، رحت انا اسف ما عاد بدي ما اسلم عاد عليه. سلم على حدا ولا قلت لهم السلام عليكم البقايا. ايه فهذا كثير كان موقف والله موقف حرج. هو اوكي لو مع هذا الشيء صح اللي عملوه بالدين، بس يعني يبعثوا لي خبر انه يا زلمه ما بدنا نحرجك، انه انت صرت كبير حنحط عليك حجاب، يمهدوا يعني. يمهدوا، عرفت يعني شباب الخزوه مش عرفت شو؟ صح. ما بعرف انا كنت صغير يعني، عرفت شو؟ اسرافيل ما عملوا يعني. لك هيك؟ ما صار يعملوا لي هيك. هلا قصتي هاي القصه ما بنساها ابدا انا. بشرى وأنا ما ضحكت بنساها. بشرى ضحكت لانه هي بتعرفها للقصه. كانت معي قصتي باختصار يا جماعه، انا وبشرى كنا مخطوبين جديد ومالي اخذ وش عليها. قلت لها يا بشرى تعالي نحمل حالنا ونروح على المطعم، يعني نروح نتسلى شوي. قالت لي يلا. رحنا على المطعم. قلت لها شو بدك تشربي؟ قالت لي والله جعبالي ميلك شيك. قلت لها وانا كمان مثلك. راح جاب لنا الجرسون ميلك شيك هيك قد الكاسه، هيك قد الكاسه يا جماعه. ورطوا فيها. لك ودسمه وكلها حليب وشغلات ومدري شو، طيبه كثير كانت. قبل ما نطلع من المطعم حسيت حالي بدي فوت على الحمام. بتذكرها هي انا. تمام اغير بتذكرها لكم ليش بتذكرها. قلت له وقتها انه اذا بدك فوت على الحمام يعني مشكلة. انا كنت استحي لبشرى انه بدي فوت على الحمام، بس أنا وقتها قلت لها. وهيك بجيب لها هيك سير يعني، بس هي حست علي. قلت لها لا خلص مو قلت لي مشكله. لا مو مشكلة خلص بتحمل. وبيتنا كان بعيد عن المطعم، قام ركبنا بالباص وطلعنا. الطريق كان 3/4 ساعه تقريبا. بس الباص هو لسه لو توصلوا على الباص وتلاقوا باص هي حكايه ثانيه. ايه صح. يعني شي ساعة ونص توصل على البيت. صح بالضبط. قام وصلنا لنص الطريق حسيت حالي رح انفجر. قاعد قدامي بشرى. لا وانا عم بتطلع فيه تمام. له يعني شو فيك شيء فيك شيء؟ شبهك عم يتلوث هو هيك يعني. انا عم بعمل هيك. انا لك فيك شيء شبك؟ قلت لها احكي معي سليني. صارت تحكي معي. قلت لها حاجه تحكي شبك قريتي بخي. جننتيني بس حاجه يس. مو اخذين وش على بعض كثير يعني، اخذين وش على بعض، بس انه هو مستحي يقول لي انه هو انه لهالدرجه متضايق ولهالدرجه بده يفوت على الحمام. لدرجه مو طبيعيه. عم الامور صارت تزداد اكثر. كان في ولد يعني عمره تقريبا شي 10 سنين قاعد قدامي، ما لقاني الا عم امسك ايدي واخبط على رجلي، عمل هيك طلع فيني هيك شو هذا؟ شو قدامي مجنون؟ وعمل هيك دج لك. قلت لي لك خلص حاجه شباب مشان الله شو نقول له يوقف للباص. لا وشو المشكله بيتي انا نفس البنايه لانه كنا جيران، بس انا ما يعني منقولين جديد على هذا البيت ولسه ما بعرف الطريق ولا بعرف شيء، وكانت الدنيا هيك معتمه شوي، فهو خايف يتركني كمان بالباص لانه ما اعرف اي موقف ولا اعرف يعني موقف جدا صعب يعني. جدا صعب والله موقف انصحي لا تحسد عليه. يعني لا له قدران يتركني ولا له قدران انه يضل. ضليت الا لبشرى احكي لي مشان تسليني وبعدين رد سكتها. هيك هذا اللي صار. بعدين اخر شيء ما عاد احسن ابدا. قلت له لشوفير الباص انه نزلها على الموقف الفلاني لانه هي ما بتعرف. قلت لها خلص هي شوفير الباص رح ينزلك. قلت لها هلا نازل لهون انا بدي ادبر اموري، نزلني شوفير الباص بمكان يعني ما فيه حدا. فلا تمام. لما نزل انه لما اجيت بده ينزل بقى هيك حسيته خلاص قام هيك والعالم صاروا يطلعوا فيه انه شو بك انت شو مشكلتك؟ وقال خلص وقف عندك قلت له بس عندك هون نزل وركبت لك ايدي انا يعني. قلت لحالي شو صار له؟ نزلت
ودبرت اموري يعني. بعدين دقيت له الاغيض قلت له تعال بسرعه. اغيض اجا اخذ سياره اهلي واجا لعندي بسرعه. قلت له انا بالمكان الفلاني، يعني كنا بنعرفه لهذا المكان، كنا بالسياره. قلت له بشرى بهداك الباص، خلينا نلحقها مشان نطمن عليها. وماشي الباص ونحن وراه، ماشي الباص ونحن وراه. يعني الباص ما بعرف شو، شوفير الباص ما بعرف شو فكر، يعني انه هدول شو بدهم يختالونا يعني ولا شو اصلا يعني. نوقف معه، يمشي بنمشي. ما بعرف شو القصه. بشوفك يقول هذا نفس المجنون اللي كان عم بصير شيء. هذا اللي صار. اخر شيء نزلت بالموقف يعني الفلاني، بعدين طمنا عليها انه فاتت على البيت والامور تمام. هذا الموقف والله ما بنساه بحياتي. هو انحرج قدامي. والله كيف هيك يعني انه والله قدامي؟ موقف حرج. لا والشيء اللي بيضايق انه بشرى دائما بتذكرني فيه. تتذكر لما انت رح تعملها على قلت له انه بس رح ضل ذكرك فيها ليصير عنا اولاد، وفعلا صار عنا اولاد. ولا عم تذكريني فيها. والله عن صحيح انا ما سمعت، عن صحيح اكثر موقف محرج بيناتنا كلها. كان يوم عيد وقتها. كمان يوم العيد، يوم العيد وجبنا العيد كمان. يا جماعة لا تنسوا اللي ما له مشترك بالقناة يشترك بالقناة وتحطوا لنا لايك لهذا الفيديو وادعمونا، ادعموا قنواتنا. اي والله بتستاهلوا. وهي لايك وشير وسبسكرايب ورن الجرس كمان. ورن الجرس. والله بتستاهلوا. شيء ما بيوقف الجرس. أهم شيء يعني. يلا سلام. سلام.